مساء الفل على كل الناس والف مبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه. النادي الاهلي كبير القوم، ملك ملوك افريقيا، المارد الاحمر. الفوز على الترجي 1-0 والصعود لنهائي دوري ابطال افريقيا للمره ال16 في تاريخه، والمره الرابعه على التوالي، والمره السادسه في اخر 7 سنين. قول لي يا مؤمن، مين الارقام القياسيه دي يقدر يحققها غير النادي الاهلي؟ النادي الاهلي فعلا بيثبت ان افريقيا قاره عاصمتها الاهلي. النادي الاهلي صعد للنهائي بنتيجة لقائي الذهاب والإياب 3-0 في رادس، 1-0 في استاد القاهرة، يعني مجموعا اللقاءين 4-0. وعلى الترجي فريق محترم، فريق ليه اسمه وهيبته في قارة أفريقيا. النادي الأهلي النهاردة أنت بتتفرج على اللقاء لأجل المتعة، نظرا لنتيجة لقاء الذهاب اللي انتهت 3-0، فأنت طبعا عارف أنت بنسبة 99% صعدت، فأنت بتتفرج بتستمتع على النادي الأهلي. النادي الأهلي كان على الموعد، قدم لك المتعة اللي أنت كنت عايزها. النادي الأهلي سيطر على اللقاء بالطول وبالعرض، اتحكم في رتم اللقاء تماما، صالة وجال، اتحكم في الرتم، يبطأ امتى ويسرع امتى، تحولات هجومية قوية جدا، نسبة استحواذ عالية جدا، نسبة تمريرات صحيحة كتيرة جدا. النادي الاهلي اللعيبة كلها كانت في مستواها، قدمت لنا وجبة كروية ممتعة. بصراحة احنا استمتعنا النهارده بالنادي الاهلي بصرف النظر عن النتيجة. عدة فرص محققة كانت ممكن تخلي النتيجة دي سكور اعلى من كده بكتير، لكن احنا استمتعنا. كل اللعيبه النهارده من اول علي لطفي اللي هو من نفس فصيله ياسر ابراهيم، اللي هو مهما يغيب لما تحتاجه وتستدعيه بيكون على الميعاد. يمكن الفرص اللي جات له ما كانتش كتيره، كانت قليله جدا، لكنه كان ثابت ومديك الطمانينه وهو موجود. محمد عبد المنعم بقى مدافع اوروبي، يقدم لك اداء قوي جدا، تطور بشكل قوي جدا. لعيب مدافع فاهم، كورته حلوه، ذكي، بيقطع بدون اخطاء، بسم الله ما شاء الله عليه، بقى حاجه جامده جدا في دفاع النادي الاهلي، بقى من احسن مدافعين قاره افريقيا. مروان، انا طبعا بركز على الكام لعيب اللي انا شايف من وجهه نظري ان هم كانوا عاليين النهارده، لكن ده لا يبخس حق الباقي، لكن دول انا شايف ان هم كانوا مميزين جدا. مروان عطيه مستمر في الاداء، جدار الاهلي المنيع رقم 1، هو الخط الدفاع الاهلي الاول، هو مفسد هجمات الخصوم، بيقدم اداء راقي مستمر في نفس الاداء. بيرسي تاو دي النسخه العالميه، هي دي النسخه اللي احنا كنا بندور عليها، مرعب. حسين الشحات هو ده حسين الشحات الاصلي، حسين الشحات اللي بربع فرصه يخلص لك لقاء، بسم الله ما شاء الله عليه، بقاله فتره حاجه جامده جدا. كهربا مهاجم ذكي خطير خبيث، جات له كام فرصه النهارده تعامل معاهم بشكل كويس جدا، لكن يمكن ما حلفوش الحظ ان هم يبقوا اهداف، لكن بيقدم اداء ممتاز جدا. النادي الاهلي في المجمل قدم اداء النهارده ممتع. النادي الاهلي صعد للمره ال16 في تاريخه لنهائي دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي بكره ان شاء الله هيتحدد الطرف الثاني للقاء. اللقاء الثاني اللي بكره هيبقى لقاء العوده بين سان داونز جنوب افريقي والوداد المغربي في جنوب افريقيا. انتهى لقاء الذهاب بالتعادل 0-0، بكره لقاء العوده. طبعا انت جماهير النادي الاهلي بشكل كبير بتفضل ان ربنا يكرم الوداد ويصعد، لكن برضو مش معنى كده ان الوداد لقمه سائغه. الوداد فريق كلح كرويا. الوداد انت عندك في اخر 6 سنين لعبتهم مرتين، منهم المره اللي بتاعت السنه اللي فاتت في النهائي وخسرت المرتين، فهم مش لقمه سائغه. بس هم طبعا كلنا شايفين ان هم اهون من سان داونز. سان داونز بيقدم لك كوره مرعبه، فريق شاب عنده فريق ضاري هجوميا، فطبيعي ان انت لما بتيجي تختار فشايف ان الوداد اسهل نسبيا من سان داونز. لكن ايا كان مين اللي هيحالفوا التوفيق منهم ويصعد للنادي الاهلي، احنا النادي الاهلي احنا اللي يتعمل لنا حساب، احنا اللي يتخاف مننا. زائد ان انت حتى لو كان صعد اللي هيصعد قدامك سان داونز وهيبقى مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي، لكن لقاء المجموعات مختلف عن لقاء النهائي. انت كده كده كنت في المجموعات ما قدمش الاداء القوي من النادي الاهلي، خصوصا في اول كام لقاء، يعني حتى من الماتش بتاع الهلال في ام درمان، او ماتش سان داونز اللي اتلعب سواء في القاهره او في جنوب افريقيا، انت ما كنتش على المستوى القوي بتاعك بتاع النادي الاهلي، لكن المستوى بعد كده زاد. فانت داخل اللقاء النهائي مش انت الاهلي بتاع المجموعات. الاداء عالي جدا، واللعيبه استعادت معظم مستواها،
كولر بقت خبرته باللقاءات الافريقيه عاليه جدا. هو اتغفل في اول كام لقاء لكنه خد الخبره وفهم من اين تؤكل الكتف. فانت ان شاء الله بامر الله هتقدم مباراه مختلفه ايا كان مين الخصم، ان شاء الله بامر الله بتوفيق ربنا وبرجوله لعيبه الاهلي المعتاده. ان شاء الله بامر الله ال11 بتلوح للافق، بتلوح في الافق، وان شاء الله تكون من نصيبنا بامر الله. لازم ندي حق كولر. كولر مدرب عالي جدا، مدرب رائع، مدرب دماغه شغاله طول الوقت، قوي الشخصيه، عامل روتيشن قوي جدا ما بين لعيبه الاهلي. مدرب واقف على الخط، هو عارف بيعمل ايه، صاحي للقاء. نسخه بتقدم كره حلوه قوي في النادي الاهلي، يعني ما شفناش النسخه دي يمكن من ايام فايلر. طبعا احنا بنخص حق موسيماني وغيره، لكن انا بتكلم على نسخه السيطره دي، الشكل المسيطر والمهيمن على اللقاء ده والمتعه دي. النسخه دي كان بيقدمها فايلر. كولر استعاد النسخه دي. واضح ان الاهلي يعني ايه زي ما بيقولوا نجمه ماشي مع المدرسه السويسريه يعني. ان شاء الله احنا هناخد هدنه من افريقيا، عندنا كام لقاء في الدوري كده مهمه هنخلصها على السريع. كده كده النادي الاهلي بنسبه 90% يعني فرصه في الحصول على الدوري الحمد لله يعني، لكن ده ما يمنعش ان احنا ما نستهترش باي لقاء، نفضل مكملين زي ما احنا، ولكل حدث حديث نخلص من كام لقاء اللي في الدوري، وبعد كده ان شاء الله نبقى نفوق لمباراه النهائي اللي هتبقى الذهاب في القاهره يوم 4، والعوده ان شاء الله ايا كان بقى مين الخصم في المغرب او في جنوب افريقيا هتبقى يوم 11. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، ودايما من انتصار لانتصار، ودايما يا رب جماهير النادي الاهلي فرحانه، لان النادي الاهلي وفعلا هو البسمه الوحيده اللي موجوده في حياه جماهيره بصراحه يعني. هو اللي بيقدم لنا البسمه ويقدم لنا الفرحه يعني. النادي الاهلي لما بيكسب الواحد بينام مبسوط. دايما يا رب مفرحنا يا اهلي، ودايما يا رب من انتصار لانتصار، ودايما يا رب نفرح جماهير. السلام عليكم.